تعالوا نعمل كفتة داوود باشا بطريقة سهلة جدا، وبنص كيلو لحمة مفرومة هنعمل أحلى كفتة. هنتبلها بملح، فلفل أسود، 7 بهارات أو بهارات مشكلة، وقرفة، و3 معالق من البقسماط، وبصلاية كبيرة مفرومة ناعم. هي دي تتبيلة الكفتة. هنقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، أو هنعجنها كويس جدا لحد ما تكون الأنسجة اللي شفناها. والكمية خلصناها، عايزة اقول لكم طلعت لي ما شاء الله 45 كفتة صغنونة وكلها بحجم واحد. هنجيب بقى طاسة على النار، ممكن تحطي زبدة وشوية زيت وتفرمي عليهم توم. بس الزبدة اللي انا حطيتها دي زبدة مع توم، يعني هي اصلا زبدة معمولة بالتوم. حطيتها بقى وساحت، وبدأت انزل ارص الكفتة بتاعتي، واول ما اخدت صدمة بدأت اقلبها على الجنب التاني. ممكن على فكرة وانتي بتكوري الكفتة عشان كلها تطلع مقاس واحد زي ما باين عندكم في الفيديو، استعملي معلقة من المعالق المعيارية. بعد ما اخدت صدمة شلتها من على النار، وزودت لها مكعب تاني من الزبدة، وحطيت معلقة كبيرة من معجون الطماطم، وضربت هنا معايا 3 طماطميات كبار مضروبين، بس الطماطم عندي كانت فاتحه. نفس البهارات انا حطيتها، ملح وفلفل اسود و7 بهارات وايه تاني، وبس استغنينا عن القرفه. هنا بقى نفس الكوبايه اللي ضربت بيها اللي كان فيها صوص الطماطم، مليتها بالظبط نصها، يعني اخدت معايا الكميه دي 1.5 كوبايه من الميه على معجون الطماطم والطماطم بتاعتنا. بعديها بقى نزلت الكفته بتاعتي زي ما باين عندكم، سبتها بقى لمده ربع ساعه كده على النار لحد ما طلعت واتسبكت وبقت معانا بالشكل الجميل ده. حطيت بقى شويه بقدونس كده على الوش، وده شكلها النهائي. عايزه اقول لكم الريحه خطيره. عملت جنبيها شويه رز بسمتي بالشعريه رهاب، حاجه كده والله تحفه. عايزه اقول لكم الريحه كانت جايبه اخر الشارع، خطيره والله. اللوز لازم تجربوا الوصفه دي فعلا، لانها فعلا رهيبه. واكله الشتاء الدفيئه، يعني دي الاكلات بتاعت الشتاء اللي هي ما تقفيش كتير في المطبخ. هي كده شويه كفته بالصلصه وشويه رز جنبيهم بالشعريه، حابه تعملي شويه سلطه اوكي، مش حابه برضو ماشي، وكده يبقى ايه 100 فل و10. لو عجبتكم الوصفه طبعا زي ما بقول لكم كل مره، ولو اول مره تشوفوني يعني اسمي هدير، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. انتظروني في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.